فهنجيب كذا شخصيه نطلعها على المسرح تعمل لها مشهد تاخد بيه السكسيه عشان نقصه ونحطه على السوشيال ميديا. هيجيب مشاهدات نار على تيك توك الكلام ده. ايه ده يا ريس؟ اهلا بيكم، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله، وباذن الله عيد سعيد على جميع الامه الاسلاميه وعلى اخواتنا واحبابنا في فلسطين. ربنا ينصركم ويثبتكم ويصبركم ويرحمكم ويعينكم على بلائكم يا اغلى الناس. عيد سعيد على كل اخ واخت مستضعفه في اي منطقه في العالم، ولكل شهيد تقاه الله واصطفاه من دنيانا. عيدكم جنه باذن الله. في الفيديو ده انا هتكلم عن 3 مسلسلات انتهت بشكل كامل، وده هيكون تقييمي النهائي ليها، وده جزء اول. لسه في جزء تاني فيه 4 مسلسلات تانيين مستنيهم يخلصوا بس علشان يبقى التقييم مظبوط. والجزء التاني من الفيديو ده يا هينزل بعد كام ساعة من الفيديو ده يا بالكتير تاني يوم، واللي هيكون اول ايام عيد الفطر ان شاء الله. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. ويلا بينا على فيديو النهارده. طيب، انا في الفيديو ده هتكلم عن 3 مسلسلات اتفرجت عليها وانتهوا خلاص، منهم اللي بادئ معانا من اول الشهر الكريم، ومنهم اللي بدأ في نص الشهر. والمسلسلات دي هي المداح أسطورة العودة للفنان حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب، والعتاولة للفنان أحمد السقا وطارق لطفي، وخالد نور وولده نور خالد للفنان كريم محمود عبد العزيز وشيكو. لما المسلسل يعجبك وما يعجبش حد تاني أو العكس، افهم كويس إن ده طبيعي اختلاف ذوقنا عن بعض. وعموما مفيش مسلسل في رمضان ملوش عيوب، لكن فيه اللي عيوبه كانت ضعيفة وما ضيعتش المسلسل ولبسته في حيط، وفيه اللي عيوبه كانت ظاهرة ومؤثرة بشكل فج على كل أحداثه. في بقى مسلسلات تانية زي صدفة ولانش بوكس ورحيل وغيرهم، دول بقى مش مسلسلات. دي تكفير ذنوب، فلا ينفع يتفرد لهم وقت للفرجة ولا اننا نتكلم عنهم غير بجملة عابرة كده نديهم بيها على دماغهم يمكن يفوق. وخلينا نبدأ بقى في تقييم ال3 مسلسلات، ونبدأ بمسلسل المداح أسطورة العودة. واللي لازم نقول ان من نقاط القوة اللي بيتميز بيها المسلسل ده انه قادر على الاستمرار لكذا موسم ورا بعض، وكل موسم يكون قادر يكون عنده قصة تخليك مشدود عشان تعرف اخرها. كمان الكتابة للجزء ده كانت افضل بكتير من اجزاء فاتت، كان فيها الكتير من المط، لكن في الجزء ده ففي دايما احداث جديدة، حتى لو طريقة التصدي ليها او طريقة بحث صبر عن كنزه كانت مستهلكة بزيادة. بس مع ظهور اي جن جديد كان المسلسل بيكسب بشكل كبير عدم ملل للمشاهد او رتابة في احداثه. الاداءات التمثيلية في المسلسل ده عموما ما بين جيدة الى جيدة جدا. اميز الاداءات دي كان فتحي عبد الوهاب اكيد، لكن باقي الممثلين سواء بأدوار كبيرة أو صغيرة كان أدائهم حلو، ويعتبر نقطة إيجابية كمان للمسلسل في الجزء ده. كمان من النقاط الإيجابية في الجزء ده هو الإخراج. لازم يتقال إن في جهد كبير من المخرج أحمد سمير فرج، اللي تحس بقوة إنه شرب المسلسل بحالة الغموض والرعب اللي محتاج يصدرها لينا كمشاهدين، فبقى عارف يستخدم أدواته بشكل أفضل ومتقن أكتر. وأفضل أداة تم استخدامها في المسلسل ده وكانت بتعلي من أي مشهد هي الموسيقى بشكل عام للمسلسل، والاغنيه بتاعت لاجناك حابس دي بشكل خاص. الاغنيه دي كانت من اهم عناصر القوه في الجزء ده من المسلسل، لانها كفيله تزود من جمال اي مشهد وتزود من تاثيره سواء بالغموض او الرعب. ده كفايه حاله الجدل اللي اثرتها على كل منصات السوشيال ميديا، وده نجاح محترم للمسلسل لانه قدر يخلي الناس تتكلم عنه بقوه وجدل باداه محترمه. وعنصر رئيسي زي الموسيقى، ما راحش جاب واحده حقنه سفنجه في كل حته كده عشان يكون كل دورها انها تجيب مشاهدات المسلسل. لا، انت هنا اجتهدت وابدعت وطلعت باغنيه فعلا حالفك التوفيق فيها، لانها اضافت للعمل كتير قوي، سواء بزياده جوده مشاهده او بحاله الجدل اللي اشتغلت وسط الناس طول رمضان بسبب الاغنيه دي. فحقيقي برافو حمادة هلال، اللي سبحان الله لاقي عليه الدور ده بشكل غريب وهو تقمصه بشكل كامل. حمادة في الجزء ده ناضج فنيا اكتر ومتمكن منه اكتر. صوته ونظراته وحركة جسمه وطريقة ادائه نفسها كلهم بيقولوا ان حمادة هلال نضج بشكل كبير وقدر يعيش ويتقمص بشكل كامل دوره كصابر المداح. فتحي عبد الوهاب والباشا اتكلمنا عليه كتير قبل كده، وانه افضل ممثل وافضل اداء في المسلسل ده بصراحة ولا يختلف عليه اي اتنين. خالد سرحان ما كانش له دور مميز عندي الا ادواره الصغيره في افلام لعادل امام زي التجربه الدنماركيه والسفاره في العماره، لكن غير كده هو ممثل خفيف ولطيف وخلاص. لكن دوره في مسلسل المداح دور حلو وهو لعبه بجد حلو، واقدر اقول ان الدور ده اثبت بيه خالد سرحان انه ممثل شاطر فعلا. حمزه العيالي، برافو يا حمزه بجد، انت ممثل موهوب وجامد جدا يا ابني والله،
مفيش دور بياخده مهما كان صغير او كبير الا لما بيأثر بجد بيه. يطلع بقى في حلقتين 3 في الكبير من كام سنه ياكل الجو، يطلع بمشهدين في خالد نور هما اللي يضحكوا الواحد، يطلع يديك تراجيدي في طاقة نور بتاع هاني سلامه ويخلي قلب الواحد يوجعه بطريقه تجسيده العبقريه واللي بتخليك بجد حاسس بيه. يا حمزه انت عبقري يا ابني والله، وان شاء الله مستني اشوفك بطل لاعمال كامله تكون باسمك وتتكتب علشانك. برافو يا جميل. مش عاوز انسى حد من الناس اللي كان اداءها برضه حلو وجميل جدا زي هبه مجدي وسهر الصايغ، بس احنا قلنا ان معظم الاداءات التمثيليه كانت من جيده لجيده جدا. وبصراحه برافو للمخرج في اختيار الكاست ده للمسلسل ده. يعيب الجزء ده ان رحله صابر احيانا كانت بتكون ممله، بتتعاد فيها نفس الجمل بنفس الشكل الاداء، وكمان النهايه اللي اتقتل فيها سميح وصابر، والمشهد اللي بعده على طول لانهم صاحيين وشويه وهينزلوا يلعبوا ماتشين بلاي ستيشن مع بعض. طب ايه ما كان اتكتب حاجه تانية بدل ما نموتهم في مشهد ونصحيهم في اللي بعده ده؟ وصابر من امتى هو خارق كده؟ بتردوا له روحه يا مخرج ليه؟ ان شاء الله. قفله وحشه بالنسبه لي ومسلوقه وما عجبتنيش، لكن ده لا يمنع ان المسلسل كويس، وان الجزء ده من مسلسل المداح هو جزء حلو واحلى من اجزاء فاتت، وتقييمه له هيكون جيد جدا. هنخليها بتقديرات زي الجامعه اللي اخرج فيها مقبول يا حبيبي منك ليها. ونروح بقى لمسلسل العتاوله. مسلسل العتاوله، بصوا ده ما يتقالش عليه غير انه مسلسل غريب. انت مش طايق احداث كتير فيه، والكتابه فيه نص كم، والاداءات التمثيليه فيه بين ضعيفه وجيده جدا، لكن انت عاوز تكمله وبتضحك على افيهاته الغبيه والغريبه. انت قاعد تتفرج ومبسوط، لكن في المطلق كده انت مش عارف انت مكمل ليه، ولا حتى لما افكر في جوانب ايجابيه له عشان اتكلم عنها مش هلاقي غير طارق لطفي وباسم سمره وشويه موسيقى على كادرات حلوه بنشوفها كل حلقه. غير كده مفيش. بس هتلاقي نفسك برضو مكمل وبتضحك على اللي انت بتشوفه ده، والسبب الرئيسي في ده هو ان شخصيات المسلسل مكتوبه بشكل كرتوني بحت، خصوصا العناصر الشريره في المسلسل. عيسى الوزان انت هتضحك بسببه كتير، بسبب افيهاته وبسبب طريقه كلامه. فيلم ممتع والله. برضو المعلمه سترة ليها لحظاتها اللي برضو بتضحكني فيها، ودول اللي المفروض بيغيروا في احداث المسلسل باللي بيقولوه ويعملوه، ونشوف رد فعل العتاوله عليهم. لكن الكتابه ممكن يكون قصدها في رسم الشخصيات بالشكل ده عشان احنا نرتبط بيهم، ويكون الموضوع خفيف وغريب بالشكل اللي شفناه بيه ده، فنكمل المسلسل ونضحك فيه كمان. فلو قصدهم كده فبصراحه وفقوا، لكن المسلسل ده استرخص وكان فيه ادوار كامله عشان تخلي المسلسل يتشاف ويترند، وده استرخاص بصراحه. تلتين المسلسل مفيش احداث حقيقيه، احنا هنفضل نلف مع العتاوله وعيسى الوزان في اللا شيء لحد اخر كام حلقه، تحس الدنيا بهوقت بقى. فهنجيب كذا شخصيه نطلعها على المسرح تعمل لها مشهد تاخد بيه السكسيه عشان نقصه ونحطه على السوشيال ميديا، هيجيب مشاهدات نار على تيك توك الكلام ده. ايه ده يا ريس؟ قفله الحلقه اللي قبل الاخيره دي حلوه وجديده، تلاعب بالالفاظ حلو وضحكني، بس برضو دي مكتوبه مخصوص عشان تتقطع وتتحط لوحدها وتجيب صريخ ضحك وتجيب مشاهدات برضو. قولوا لي بقى انتوا بتعملوا مسلسل ولا كنتم بتجمعوا ريلز ووراكم مسابقه على تيك توك ولا ايه يا اخوانا؟ وسؤال تاني معلش لصناع العمل، بعيدا بقى عن السلبيات والايجابيات دي، هو ايه كان لازمه الخط الدرامي المعتوه بتاع مي كساب والواد ابنها اللي اتبدل مع واد تاني ده؟ احنا عارفين ان المسلسل فيه فقر كتابه وواضح جدا، لكن لدرجه انك تعمل نفس الحركه بتاع جعفر العمده السنه اللي فاتت مع نفس الشخصيه مي كساب وتخليها تلف وتدور على ابنها برضو عشان ده جاب السنه اللي فاتت فاكيد هيجيب السنه دي؟ احنا هنهرج مشاهد مؤذيه ومحشوره حشر عشان تنط في الاحداث اللي مش عارفين تكتبوها؟ طب كنتوا خليتوه 15 حلقه والله كان هيبقى مقبول جدا، خصوصا ان ال 30 حلقه دي بقت كاشفه بشكل فج لفقر كتاب كتير. في 15 حلقه نلم فيهم الليله بدون مط وتطويل ومشاهد كلها شحتفه وصوت وعويل مالهمش اي لازمه، لكن برضو كان وسط القرف ده يظهر مشهد لعيسى الوزان يقلب بيه مزاج الواحد خالص ويخلي المسلسل له طعم. انا عاوز اقطع مشاهد باسم سمره من المسلسل العتاوله وافضل كده اتفرج عليها لوحدها. يلا بينا. عسل والله. شرير بس هيفاجئك بطيبته في اوقات وهبله في اوقات تانية، وده ميكس خرج من باسم سمره حلو قوي، وكان من اقوى نقاط القوه في المسلسل ده بصراحه هو وطارق لطفي في دور خضر. لكن مسلسل العتاوله لما حاولوا افصصه فنيا بقى فبصراحه مفيش حبكه ولا قصه ولا خطوط دراميه واضحه، هما شويه مواقف وسكتشات هنلزقها في بعض على كام مشهد كوبا بيست من مسلسلات تانية لسه معروضه من مفيش، وهنعتمد في الاداءات على الاستاذ طارق لطفي وباسم سمره وربنا هيكرم ان شاء الله. وبصراحه هما كانوا قادرين يشيلوا المسلسل من الوحل اللي رامي نفسه فيه. فتقييمي النهائي لمسلسل العتاوله لاحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمره هو جيد.
وبشويه كتابه متعوب عليها اكتر من كده كان بقى جيد جدا بالنسبه لي والله. بس هي فرصه مهدره بجمله الفرص. ونروح بقى للمسلسل الاخير في القائمه دي، واللي هو مسلسل خالد نور وولد نور خالد لكريم محمود عبد العزيز وشيكو. المسلسل ده عباره عن فكره حلوه وممثلين جامدين ومخرج جامد ومختلف ومؤلفين مجتهدين، لكن ما توفقوش في المسلسل ده انهم يكتبوه حلو. فالمسلسل وبعد انتهائه اقدر اقول انه اكبر فرصه مهدره في مسلسلات رمضان السنه دي. المسلسل كله ولحد اخر حلقه عباره عن مط غير مبرر وملل بشكل كبير. انا اتفرجت على اخر 5 حلقات مره واحده، يمكن ادخل في مود المسلسل بقى واضحك، لكن مفيش. انا بفتح الحلقات وبسيبها شغاله وانا بعمل اي حاجه تانية لاني مش مستحمل الملل اللي فيه. معاك كل العناصر اللي تخلي المسلسل ده يبقى احسن مسلسل كوميدي حصل في رمضان 2024، وانت بقله اهتمام وقله مجهود واضح قوي في الكتابه طلعت المسلسل بالشكل الممل ده. المسلسل عائلي ومحترم وما فيهوش افيهات خادشه للحياء، فتقدروا تتابعوه مع اهاليكم، لكن هيظل مسلسل ممل ما انصحش بيه بصراحه. وافضل حد في المسلسل ده بلا اي جدال هو كريم محمود عبد العزيز، اللي لو ما كانش موجود كنت كنسلت المسلسل ده من بدري والله. مشاهد طويله جدا ومكرره بلا اي هدف، جمل عماله تتقال كل حلقه وبنلف على مفيش. مع الاسف المسلسل ده كان ممكن يكون احلى من كده، ولكن الكتابه الضعيفه لبسته في حيط. وتقييمي لمسلسل خالد نور وولد نور خالد هو مقبول، وكده انا كارمه كمان والله. وبصراحه ده اكتر مسلسل انا زعلان عليه، لان توقعاتي له كانت كبيره بعد ما شفت الاعلان بتاعه. لكن للاسف استنوا الجزء التاني اللي هتكلم فيه عن مسلسلات الحشاشين وجودر وكوبرا وبدون سابق انذار، واستنوا فيديو اخير لافضل اعمال رمضان 2024 سواء اتعرضت في النص الاول او النص التاني لرمضان. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وبس كده، سلام.